اللعبة اللي هتبدأها وانت مش قد نهايتها، ما تزعلش من نتيجتها. كتير مننا بيدخل في حوارات، مرة بإيده وهو فاكر إنه مسيطر على كل حاجة، ومرة غصب عنه عشان الظروف بتزقه، ومرة يلاقي نفسه جواها فجأة ومش فاهم إزاي وصل لكده. في حوارات بتبدأ بكلمتين حلوين، باهتمام، باحترام، بشكل يطمنك فتحس إنك في المكان الصح. بس الحقيقة إن مش كل بداية حلوة نهايتها حلوة. الحوار ممكن يوريك وش كويس ويخبي وراه وشوش تانية ممكن تظهر في وقت عمرك ما كنت تتوقعه. والمشكلة مش في البداية، المشكلة في اللحظة اللي بتكتشف فيها الحقيقة بعد ما تكون استثمرت وقتك ومشاعرك ومجهودك. ساعتها الخسارة بتكون تقيلة. عشان كده مش كل المشاوير ينفع تتراح. في مشوار بيكسبك خبرة، ومشوار بيكسبك ناس، وفي مشوار بيخسرك راحة بالك، وفي مشوار بيضيعك وانت مش واخد بالك. وإياك إياك إياك من المشوار اللي يضيع وقتك، لأن الوقت اللي بيروح ما بيرجعش. بس نصيحتي ليك بجد، قبل ما تدخل أي مشوار أو أي حوار أو أي لعبة، اسأل نفسك سؤال واحد: أنا مستعد أتحمل للنهاية؟ ولو الإجابة لأ، يبقى من البداية بلاش. اعمل حساب النهاية قبل ما تبدأ، عشان اللعبة اللي هتبدأها وأنت مش قد نهايتها صدقني هتزعل من نتيجتها.